ملاحظة جوهرية استاذ محمود زين مهمة جدا هنا. هو الدستور لا يخاطب السلطة التنفيذية، الدستور يخاطب السلطة التشريعية. مظبوط. والسلطة التشريعية تصنع منه قوانين تتفق معه، تمام، ثم تنتقل الراية إلى السلطة القضائية. فنحن حتى الآن ليست لدينا قوانين متوافقة طبعا. ما استاذ محمود، ما الحاجات دي تاخد وقت، تاخد وقت. لا يعني انا اقصد انها وردت في الدستور. انا عايز ارجع سريعا ربيع نقطة محورية ومفتاحية في أزمة المسرح المصري والعربي اللي اتكلم عليها الأستاذ ماجد عبده، وألا وهي المثقفون أنفسهم. إذا كنا بنقول دايما إن الإصلاح يأتي من الداخل والتطهير يأتي من الداخل، من الذي صنع أزمة المسرح وحوله إلى كباريه؟ هم القائمين على الصناعة نفسها، على الحركة المسرحية نفسها. عندما دغدغوا عواطف الجماهير ولعبوا من أجل الإنتاج. طيب. من أجل الأستاذ ماجد بيشير بنقطة نظام. اتفضل يا أستاذ ماجد عبده. طبعا أستاذ محمود زين بيتكلم كلام مظبوط تماما، إن المثقفين مشاركين في هذا. لا، مش هقول كده بقى بس، لا، بل متهمون بأنهم لعبوا على غرائز الشعب المصري لكسب المال. لكن أنا هقول حاجة احنا كنا لسه قلناها في بداية اللقاء، وقالها الدكتور خالد البوهي، إن احنا قلنا إن في غض الطرف عن بعض المثقفين او عن كثير من المثقفين الذين يملكون هذه الادوات الجيدة للنهوض بمشاعر الشعب المصري. لكن لما نيجي نقول بقى ان السلطة التشريعية هي المنوطة بهذا التنفيذ، بتنفيذ الدستور، ده كلام مظبوط. ولكن انا مختلف مع حضرتك في حاجة يا استاذ محمود. السلطة فعلا، السلطة التشريعية هي المنوطة بأنها تشرع قوانين أو تسن قوانين عشان خاطر السلطة التنفيذية تبتدي تنفذها. ولكن النهاردة في التشريع ضمان الغذاء، يعني النهاردة لازم السلطة التنفيذية تضمن الأكل للشعب المصري. تمام. ما ناكلش، نستنى ما ناكلش، المفروض ما ناكلش لغاية ما تسن القوانين اللي تقول لنا ان نقترض من صندوق النقد او ما نقترضش من صندوق النقد عشان نعمل مشاريع انتاجية. فالمفروض ما ناكلش بهذا الموضوع. يعني انت تقصد انه كلام الاستاذ محمود ان احنا نستنى شويه لما يطلع قوانين تترجم هذا النص الدستوري؟ ما هو مش محتاجينها. ده كلام، ده اللي انا فهمته. حتى ده اللي انا فهمته الاقتصادي. احنا محتاجين بنية تشريعية. الكثير من المستثمرين في العالم كله بيقولوا ما نقدرش دلوقتي نرمي باستثماراتنا في مصر قبل ما تكون في بنية تشريعية. طيب نسمع الدكتور خالد البوهي. اتفضل. في مشكلة هنا عندنا، ان مع الاسف الشديد ان المثقفين الان هم من ينظرون للعنف، وهم من ينظرون للفوضى، وهم من ينظرون للا دولة. النهاردة أما في فعاليات، لو كان في مصر طه حسين والعقاد ووجدنا مثلا المجمع العلمي يحترق، او لو ان طه حسين والعقاد يعني لو انهما موجودان والمجمع العلمي احترق، او مدرسة الخط العربي احترقت كمدرسة الاسكندرية، او دار القضاء العالي. ودار القضاء العالي يا جماعة ده اثر دار القضاء العالي كان المحكمة المختلطة زمان، دار الحقانية. نعم، دار الحقانية. هذه لو ان المثقفين، لو ان طه حسين موجود، لو ان العقاد موجود، لو ان توفيق الحكيم موجود، اعلم تماما ان هم كانوا هيخرجوا ويوقفوا مثلا وقفة ابسط شيء. لم نرى هذا الامر. هل المثقف يتعرض لابتزاز، ام ان بعض المثقفين يتعرضون لابتزاز؟ بعض المثقفين يتعرضون لتشويه، بعض المثقفين يؤمنون بهذا الامر. السيدات والسادة، في نهاية هذه السهرة من المقهى الثقافي من القاهرة، أتقدم بخالص الشكر لضيوفي الكرام: الناقد الأدبي الدكتور خالد البوهي، الكاتب المسرحي الأستاذ ماجد عبده، خبير التنمية البشرية وكاتب القصة الأستاذ محمود زيان. شكرا جزيلا، شرفتونا في المقهى الثقافي. وأيضا للسادة المستمعين أرق تحيات الزميل جمال عمر من الهندسة الإذاعية. المقهى الثقافي ربيع سيسي.